عبر العديد من النشطاء عن مخاوفهم من التأثيرات الاجتماعية والثقافية المحتملة لهذا الزواج المختلط على المجتمع المغربي. ذهب آخرون إلى اعتباره أمراً صحياً يكرس التنوع وانفتاح المجتمع المغربي على بلدان القارة مشيرين إلى أن زواج المغربيات من رجال من مختلف الجنسيات يعتبر حرية شخصية ولي جواز لأي كان للتدخل فيه. برز خبر ارتفاع معدل عدد طلبات زواج السنغاليين من المغربيات الذي فاقت 12,000 طلب سنة 2023 ليزيح بالنقاش إلى مستوى آخر تباينت فيه ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لهذه الظاهرة. قال أحد المعلقين: أخاف أن نستيقظ يوما على مجتمع فقد وسم مغربي بكل ما تحمله الكلمة من خصوصية على مستوى العادات والتقاليد، بل وقد يتخطى الأمر اندثار الدين الإسلامي لدى الأجيال القادمة في حالة ما اختار المغربيات للزواج من أجانب مع تنقين لدين آخر. أتمنى من الآباء توعية بناتهم بهذه الأمور حتى لا نسقط في لفخ الذي سقطت فيه دول أخرى. يذكر أن تقريرا سابقا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد أن الفرنسيون والسعوديون والأتراك يتقدمون جنسية الأجانب المتزوجين بالنساء المغربيات خلال الفترة بين 2017 و 2021، يليهم المصريون والبريطانيون والأمريكيون، حيث تم خلال الفترة ذاتها تقديم 27,626 طلباً لتوثيق الزواج المختلط، وهو ما يمثل حوالي 2.34% من مجموع طلبات توثيق الزواج التي تم تقديمها بمختلف أنواعها. 73% منها يكون فيها الخاطب أجنبياً والمخطوبة مغربية. وعبرت معلقة أخرى عن ارتياحها من إقبال الأجانب على الزواج بالمغربية، مبرزة أن الأمر يوضح بالملموس تفرد المرأة المغربية بأشياء لا توجد في جميع نساء العالم، حيث قالت: المرأة المغربية جميلة، مجدة، صبورة ومتعقلة. الرجال عبر العالم يبحثون عن هذه المواصفات ولا يجدونها إلا في المغربية. الأجانب يرون صلاح المغربية للزواج والشباب المغاربة يرون عكس ذلك.